وجدت إن كلمة أبونا طويلة فقسمتها لكم لأجزاء صغيرة علشان تبقى أسهل، وهتلاقوا الرابط بتاع باقي الأجزاء في صندوق الوصف أسفل الفيديو. في عمقها وإيمانها لا تفصل بين تاريخها الماضي وحاضرها العامل ومستقبلها الكائن في حياتها الآن. ما تفصلش، مفيش فصل عن ده. اللي استلمته بتعلمه، اللي استلمته بتسلمه، وهكذا. مغيرة لشكل الكنيسة الأولى وعبادة المؤمنين وعمل الإكليروس ومناهج السلوك المتعددة. فالمفاهيم التي تسلمناها بنلاحظ فيها يقول لك إيه؟ نطور. وعشان نواجه هذه المتغيرات نواجهها بإيه؟ نمرة واحد روح الصلاة. نصلي. نمرة يا رب ادي الوحدة في الكنيسة. روح الصلاة نمرة واحد. نمرة اثنين الفكر الأرثوذكسي، التعليم المستقيم. يجي ناس جماعة أو يطلبوا من البابا حاجة معينة ولا عايزين نعمل دي أو نغير دي، يقول لك مملوكش. نرجع للمجمع المقدس. المجمع المقدس اللي هو إيه؟ كل الآباء المطارنة والأساقفة على مستوى المسكون. ويعتبر المجمع المقدس هو أعلى سلطة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. اللي يقولوا المجمع يمشي على الكل ويتفق عليه الكل. فعشان كده بيرجعوا دايما الفكر الأرثوذكسي في التعليم المستقيم. الكنائس الآن في حاجة إلى حركة تعليمية دراسية تشرح فيها لأبنائها طريق الخلاص بفكر كتابي لا ينفصل عن التقليد الكنسي وأصول الإيمان. هو اللي بيحكمنا الدسقولية اللي هي عبارة عن إيه؟ حد يعرف؟ تعليم الآباء الرسل. الدسقولية المنهج ده بيحكمني أقوال الآباء، التعليم الدسقولية الآباء الرسل المسيح ائتمنهم. نمرة ثلاثة أيضا التقليد. العرف جرى على إيه؟ الكنيسة الأولى سلمتنا إيه؟ هو ده اللي بيحكمنا. أي حاجة مغايرة للتقليد أو لفكر الآباء هو ده اللي إحنا بنقف قدامه ونقول لأ، مش هو ده اللي استلمناه. بنقول لأ، مش هو ده اللي اتعلمناه. وكل ما كان الشعب الأرثوذكسي فاهم وواعي، يبقى أي تعليم غريب يدخل يقول لك لا، التعليم ده مش من عندنا. لأنه فاهم وعارف إن أنا محكوم مسؤولية، محكوم أقوال آباء، محكوم بالتقليد الكنسي وأصول الإيمان. متغيرات العصر بقى أواكبه. مش هحط راسي في الرمل أمام متغيرات العصر، لكن هعمل إيه؟ هاخد ما يناسبني من المتغيرات. علشان إيه؟ عشان أمشي مع أواكب التطور العلمي والتكنولوجي الموجود في المجتمع، دون المساس بالتقليد أو المساس بالتراث اللي أنا استلمته، أو المساس بأصول العقيدة اللي أنا اللي اتعلمتها. خلي بالك، في حاجات هتساعدني، في حاجات هتساعدني، في حاجات هتديني دفعة لقدام وتسهل للشعب طريقة التعليم والتسليم. نعم، استفيد منه. هو ده اللي اخده من ايه؟ انا بنتكلم دلوقتي عن الموضوع الكنيسة بين التراث والمعاصرة، بين التراث وبين التطور العصري او العصر التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه في العالم. عشان الكنيسة تواكب المتغيرات دي أواكبها بإيه؟ بفكر إنجيلي. يبقى بنعمل تطوير أو أعمل تعديل. الإنجيل قال إيه؟ خلاص النفس دون تنازل أو تغيير فيما تسلمناه من الإيمانيات. موضوع حلو في المهرجان الحقيقة ويواكب العصر. التراث والمعاصرة. هذا في الدراسة
يعني هدف الموضوع ده واحد يقول لي طب احنا يهمنا ايه في المنطقه؟ يهمنا كلنا. انا مش بقول انشا ولا بقول اي كلام، لا، يهمنا في ايه؟ في المحافظه على ما تسلمناه لنسلمه كما هو بامان. وده الغلط. حافظ على السلام، وده اللي قاله خلاص البابا الله ينيح روحه البابا شنو. ما اقدرش اخالف تعليم الانجيل، لان مكتوب كده يقول لك زوال السماء والارض ايسر من ان تزول نقطه واحده او حرف واحد من الناموس والانبياء. فمؤكدا هنا وحدانيه الكنيسه. عشان كده بنقول كنيسه واحده وحيده مقدسه جامعه رسوليه. رسوليه يعني ايه؟ مبنيين على اساس الرسل والانبياء. طيب الرسل والانبياء دول مبنيين على مين؟ ويسوع المسيح نفسه هو ايه؟ حجر الزاويه الذي فيه كل البناء مركب. ادي هنا الايه؟ الايمان بتاعه مبنيين على اساس الرسل. ودي وحده الكنيسه، كنيسه واحده. بيحكم الكنائس كلها دي في الشرق والغرب. الكنيسه الارثوذكسيه يحكمها مين؟ المجمع المقدس، اعلى سلطه في الكنيسه. فاهتمت منذ نشاتها الكنيسه بحياه الصلاه. حياه الصلاه نسميها ايه؟ الليتورجيه. ليتورجيه يعني ايه؟ عمل جماعي. عمل جماعي. القداس نشترك مع بعض في الصلاه. العشيه مع بعض. تسبيحة نصف الليل مع بعض. ليتورجية، عمل جماعي. يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب. ليتورجية. حياة الخدمة الدياكونية. الخدمة دياكونية. حياة الشركة كينونيا، منها مع الكينونيا شركة. حياة الكرازة الكريجمة. وحياة الشهادة المارتيرية. أول حاجة الكنيسة والعلوم الإيمانية. كلمة كنيسة في التقليد الأرثوذكسي لا تنفصل عن مجموعة علوم لاهوتية وعقائد إيمانية مسيحية التي تشكل الفكر الكنسي. صح؟ كلهم بيتفقوا مع بعض. أبص ألاقي الإنجيل يتفق مع الخلاف، يتفق مع أقوال الآباء، يتفق مع التقليد، يتفق مع ديسكولية تعليم الرسل. كلهم متفقين مع بعض. ودي كلمة الكنيسة، التقليد الكنسي. مفيش انفصال. مجموعة العلوم اللاهوتية والعقائد والإيمانية المسيحية التي تشكل الفكر الكنسي. عشان كده منذ اللحظة الأولى أول ما ماري مرقس بشر مصر بالمسيحية عمل إيه؟ أنشأ مدرسة اسكندرية اللاهوتية. على طول أول حاجة عملها ليه؟ لأن التعليم مدرسة لاهوتية. أعظم مدرسة وأول مدرسة في العالم أنشئت مدرسة اسكندرية اللاهوتية. ودايما الباشا كان يقول لي امحوا الذنب بإيه؟ بالتعليم. امحوا الذنب بالتعليم. أسس مدرسة اسكندرية اللاهوتية التي صارت أشهر مدرسة لاهوتية في العالم المسيحي. أشهر مدرسة. بتخرج منها آباء حافظوا على الإيمان الأرثوذكسي ووقفوا ضد البدع والهرطقات. فكان عملها كمدرسة للموعوظين. تطورت تقدم إيمان وروح بحث وتسببت في تكوين قيادات كنسية متعددة. تخرج من بين دارسية طلاب صاروا فيما بعد بابوات للكنيسة الأرثوذكسية. مش بس كده، تم الاهتمام بالعمل المسكوني. نشر الكرازة عمل مسكونيات. واجتذبت المدرسة كثير من الطلاب لتطبيق المعرفة اللاهوتية من مصر وخارجها. ادت وعي عام عن أهمية التعليم. ومش بس كده، الأخلاقيات المسيحية. أمال ليه بتلاحظ أن المسيحيين فيهم تأثير وروحهم تختلف عن أي حد تاني؟ بيعلمهم كده. الكتاب علمنا كده أخلاقيات. يقول لك لا ما ينفعش كده. ليه بنحس إن البعض بيتكلم كتير يقول لك أصل دول عندهم أخلاقيات زيادة، عندهم مسلم،
عندهم تدقيق، لأن مش بس بيعلم قواعد وروحيات وكتاب مقدس فقط، لا ده بيعلم أخلاق. ودي جاية منين؟ من موعظة على الجبل، اللي هي دستور الحياة المسيحية اللي السيد المسيح وضعها واللي ماشيين عليه. فكانت ادت وعي عام عن أهمية التعليم والأخلاقيات المسيحية. بجانب كده بتدي تعليم، بتعرف الناس، بجانب كده. تابعوا باقي محاضرة التقليد والمعاصرة، هتلاقوا روابط باقي أجزاء المحاضرة في صندوق الوصف أسفل الفيديو.